السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة نادي تيفي. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم واحد البسكويت اللي ساهل بزاف وبابسط الطرق وابسط المكونات اللي كاينين عندنا في بيتنا، في كل بيت موجوده. هاد البسكويت هذا اللي كيتحضر في الخلاط كيجي رائع بزاف، مكونات بسيطه جدا. تابعوا معي ان شاء الله الفيديو، ما تنسوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، كيستاهل انكم تجربوا هذا البسكويت هذا اللي ساهل وكيجي كيتحضر في 10 دقائق تقريبا بين الطياب وبين التصاويب. المقادير عندنا واحد كاس الا ربع تقريبا ديال الزيت، عندنا كاس الا ربع ديال السنيده، دائما عبر كاس العنبه. عندي كاس الا ربع تقريبا ديال المايزينا وجوج بيضات. بالنسبه للمايزينا 100 غرام تقريبا اللي فيها 80 غرام ماشي 100 غرام. بالنسبه للخماره عندنا خماره وحده، وعندنا هنايا واحد المكون هنايا رئيسي هو الفلون. المهم هذا المكون اللي كيجي زوين كيعطي واحد لوغو زوين بزاف بزاف. الا ما عندكمش كديروا مبشور ديال الحامضه ولا ليمونه، كناخذوا الخلاط كنحطوا فيه ديك جوج بيضات ودائما قبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق، وكتعطينا ديك اللذه ما كتكونش شويه باسله. كنبداو نضيفوا السنيده وكنطحنوا مزيان مزيان باش كتذوب لينا ديك السنيده مع البيض بطبيعه الحال، لان المهم انه خص يتطحن مزيان هذا الخليط كله. في بالنسبه للكاس ديال مولينكس هنايا، بالنسبه للزيت هو كنضيفوه غير شويه بشويه صافي، وكنخلطو مزيان واحد 5 دقائق تقريبا حتى يولي بحال شكل كريمه. وكنبداو نضيفو المكونات الاخرين اللي عندنا فيهم النشا. هذاك المكون ديال الفلون بالكراميل كيجي واحد المذاق رائع بزاف، يعني المذاق ولا حتى اللون، حتى اللون كيعطي واحد اللون زوين. كنضيفو خماره كامله 8 غرام وكنبداو نخلطو بالسباتيلا ضروري، ما كنخلطوش بيدينا حيت كتكون باقا العجينه خفيفه صافي. كنبداو نضيفو المكونات اللي عندنا الباقيين، هو الطحين اللي بقى لينا تقريبا غتهز لينا واحد 300 حتى 340 غرام ديال الطحين على حسب الطحين. انا من الافضل كنقول تخدموا الطحين على حسب الخليط باش يجيكم تقريبا الطحين كل واحد كيفاش كاين الطحين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. المهم كنخلطو مزيان حتى تخلط معنا كلشي هاد العناصر هادو، وباش كتذوب معنا ديك الخميره ما كتبقاش فيها الحبيبات هنايا. بالنسبه للنشا حتى هو صافي كنبداو ندخلو الطحين غير دفعه بدفعه، ما كنديروش مره كلشي بمره. المهم كنضيفو الطحين ما كنخلطوش هكا كلشي في دقه واحده، كنضيفو دفعات باش يجينا القياس ونعرفوا القياس اللي غتوقف علينا توقف فيه العجينه. صافي كنبقاو نخلطو غير بشويه بشويه، وكنحيدو السباتيلا هنايا وكنبداو نخلطو غير باليد، ولكن ما كنعجنوها ما حتى حاجه. ردوا البال باننا هاد العجينه اللي كتكون ديال الحلوى او العجين الصابلي واي عجينه اللي كنخدموا بها ما كتسدلكش. ما كنحاولوش ندلكوها بحال المسمن او بحال الخبز، كنحاولوا نجمعوها غير بالاصابع ديالنا صافي حتى كتكون رطبه العجينه ما كتلصقش وما تكونش قاصحه. ردوا البال على العجينه على الطحين انكم تخلطوا غير شويه بشويه صافي. كنبداو نديرو هنا كويرات، والمكون اللي عندنا هنايا او الاله اللي غنخدموا بها ما نخدموا لا بطابع لا بحتى حاجه، غنخدموا واحد الاله هي اللي مشطه اللي كنمشطوا بها الشعر. المهم هذا باقي عندي جديد، هاد المشطه هذه هي اللي باش خدمت انا مخليها هنايا غير بالنسبه للحلوى. وصافي هنايا كنبداو نحاول نكورو هاد العجينه كلها باش هكا نقصر من الوقت ديال الخليط، او باش ما تمشيش معنا الخميره باش ما تخمرش لينا الحلوى. صافي كنبقاو نكورو هكا كامله حتى كنكوروها كامله، عاد كنبداو نزوقوها بهذيك اللي كما قلت لكم المشطه. هذا هو السر الثاني في هذه العجينه هذه، اللي كاين الاسرار في هذه العجينه اللي فيها السر الاول هو داك الفلان اللي كيعطي واحد النكهه بزاف زوينه وكيعطيها اللون الحلوى. وبالنسبه للسر الثاني هو باش كنخدموا ماشي الطابع، ماشي منقاش، ماشي شي حاجه، ماشي الفرشات، ماشي شي حاجه. المهم كنخدموها غير بالمشطه. وانتم غتشوفوا معايا ملي نكمل هاد الكرات هادو. هذه هي المشطه اللي كنخدموا بها.
كتكون على هذا الشكل هذا. المشطه طويله ديال الشعر خصو يكونوا السنان ديالها يكونوا شويه بعادين من بعضياتهم، ما تكونش رقيقه، حيت كاينه مشطه رقيقه ديال الشعر، ولكن كناخذوا هذه اللي كتكون عريضه. الا بغيتي ما عندكمش هاد المشطه هذه تقدروا ديروا بفرشات، ضروري تقدروا ديروا فرشات ولا بالمدلك اللي خدمت معكم به من قبل اللي فيه الخطوطه، حتى هو كيمشي مع هاد الحلوى هذه. صافي كنبقاو نضغطوا عليها، كنضغطوا وكنجروا، ماشي كنضغطوا كنحطوا، كنضغطوا وكنجروا الحلوى وكنقنتوا داك الشكل. كتجي عندنا بحال شكل شرويس السماكين صافي، وكنحطوها بحال شي دمعه وكنبقاو نحطوها في اللاطه. وحنا كنكمل معكم هاد الحلوى هذه اللي كتجي زوينه وكتستاهل انكم تجربوها. دوازاتي خفيف، صابلي خفيف، المهم كما بغيتي تسميوها كتسميوها، كتقدموها لوليداتكم، كتقدموها للضيوف ديالكم خفيفه. حتى كيجي عندكم شي واحد بحال هكا وكتوجدوا كاس داتاي دغيا دغيا بالزربه بالزربه، هانتوما حطيتو طبيصيل ديال الحلوى اللي كتدوزو به العشيه ديالكم مع قهوه ولا مع اتاي. المهم شي حاجه زوينه وخفيفه. وكما قلت لكم ما فيهاش المقادير بزاف، ما فيهاش الزبده، ما فيهاش بزاف المكونات، غير الزيت والبيض والسنيده. هادو هما المكونات اللي كنخدموا بهم هاد الحلوى هذه. كتجي ساهله، المذاق رائع بزاف بزاف. المهم نكمل معكم هاد اللاطه هذه وغتشوفوا، لان كتخرج واحد الكميه لا باس بها، كتخرج كميه زوينه معقوله. وحتى الشكل ديال الحلوى راه كيكون شويه صغير باش كتخرج لنا كميه كبيره. راك عارف اللي عنده مثلا الوليدات وهذه راه كتقدر كتنفع مع الوليدات ديالنا. وهذه الحلوى ديالنا اللي قدمت لكم اليوم. المهم كندخلوها للفران على درجه الحراره 180، الفران حتى كيسخن مزيان وكنهبطوه 180. هاد النقطه او هاد القاعده ديال الفران انا نعطيها لكم، انها تدخلوا الفران الحلوى الفران يكون دافي. لا هذه ماشي مهم. الطريقه اللي وصلت ليها انايا دابا من بعد بزاف الحوايج، المهم الحاجه اللي وصلت لها ان تسخنوا الفران مزيان بحال غنطيبوا الخبز وكتهبطوه ل 180. كتدخلوا الحلوى، كتنقصوا العافيه مزيان بحال غنطيبوا كيكه، وكتخليوها كطيب. كتجي رائعه، كتجي دغيا دغيا كطيب واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق الحلوى كطيب لينا، ما كتاخذش معنا وقت طويل. صافي كندخلوها. المهم ملي دخلتها للفران ها الشكل ديالها كيفاش كيكون، كتجي شويه منفوخه، كتنفخ شويه مع فيها خميره. صافي كنكونوا هنا مذوبين الشكلاط بان ماغي، ولا كتذوبوه مباشره. الا بغيت تذوبوه مباشره الشكلاط راه كتذوبوه وكتبقاو تهزوه من فوق العافيه وتحركوا وتردوا من فوق العافيه باش ما كيتحرقش لكم هذاك الشكلاط، وباش كيجي فيه واحد البريون بزاف زوين زوين. هذه حتى هي قاعده بالنسبه للشكلاط، الطريقه ديالو كيفاش غتستعملوه. الا ما بغيتوش ديروا بان ماغي كديروه كاسرون عاديه، تقطعوا الشكلاط كتلوحوا فيها وتنقصوا البوطه، كتبقاو ديروا واحد ثانيه فوق العافيه وثانيه خارج العافيه حتى كيذوب. صافي هذه الطريقه ديالو الصحيحه اللي كنا تعلمنا. صافي وبالنسبه كنديروا هاد الدميعه هادي كنغطسوها في الشكلاط، كنخليوها حتى كتبرد. دابا الحال سخون بزاف بزاف، كندخلوه للثلاجه واحد 5 دقائق حتى كيجمد معنا داك الشكلاط، وكنقدموها بالصحه والعافيه. بالنسبه لهاد الحلوى راه ساهله بزاف، ونتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو، وحتى الفيديو ان شاء الله اخر صابلي اخر ولا حلوى خفيفه اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله.